لحظة واحدة تحول مكان المفروض يكون أأمن مكان بالعالم لساحة حرب. الطلاب كانوا عم يضحكوا والأساتذة كانوا عم يشرحوا، وفجأة صوت الطلق والقواص شق السمع بالمكان، صريخ ودم وفوضى ما بتنوصف. وبالتحديد ب 14 فبراير 2018 وبيوم عيد الحب يلي الناس كلها عم تحتفل فيه، يوم عملوا فيه جحيم بمدرسة بأمريكا، 17 قتيل، عشرات المصابين، والفاعل شاب صغير المفروض يكون طالب منهم. مين هو نيكولاس كروز؟ ليش حمل السلاح وقتل زملائه فيه؟ شو يلي صار بحياته يلي خلاه يتحول لوحش؟ اليوم رح نحكي كل شيء، القصة الكاملة من الطفولة للجريمة للمحكمة، تفاصيل أكيد ما بتعرفوها عن واحدة من أبشع المجازر المدرسية بالتاريخ الحديث. قصتنا بتبدأ بسنة 1998 لما انولد نيكولاس جيكوب كروز بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة. من أول يوم له بالدنيا نيكولاس ما عرف شو معنات العيلة الوحدة أو العيلة الحقيقية، لأنه هو وأخوه التوأم زكاري تم تبنيهم من عيلة كروز. أمه بالتبني ليلى كروز أو ليلي كروز، ما بعرف الاسم بالضبط، وحرام كانت دائما تحاول توفر لهم حياة مستقرة وحلوة، بس الحقيقة حياتهم ما كانت مستقرة أبدا. نيكولاس من هو وصغير كان عنده مشاكل كتير، عنيف ومزاجي، وكان عنده صعوبة انه يتأقلم مع الناس حواليه، وبالمدرسة كان معروف انه دائما بيعمل مشاكل وبينضرب وبيضرب من اصغر الاشياء واتفهها. والأسوأ من هاد كله مع الوقت صار في عنده هوس بالأسلحة النارية، اي سلاح بيخطر ببالك كان عنده هوس وشغف غريب اتجاهه. ولما كان عمره 19 سنة فقد أمه بالتبن، والخسارة الكبيرة كسرت قلبه مثلنا كليات. الله يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم يا رب العالمين، ويطول بعمرهم ويرحم من توفى ويخلي لكم من بقى. بس كمان كانت نقطة تحول كتير كبيرة بحياته، ونيكولاس كبر ومشاكله كبرت معه. بالمدرسة الثانوية صار يتصرف بغرابة وخطر أكتر وأكتر. الكل كان يعرفه بالمدرسة إنه هذا الشخص غريب الأطوار، بيكتب تعليقات مخيفة على الإنترنت، بيهدد وبحب العنف. هناك حتى مرة كتب أنا رح أكون مطلق نار محترف. والشرطة والمدرسة كانوا على علم تام بهذا الشيء، وأكثر من مرة وصلت تحذيرات للشرطة وللمدرسة على هذا الشخص الخطير من ناس شافوا تصرفات. بس للأسف كل هالتحذيرات راحت على الأرض، على الفاضي، على الزبالة، وما حدا أخذ الموضوع على محمل الجد، كأنه هو مراهق وعم براهق. وبالأخير ومن كتر التحذيرات المدرسة قررت تطرد نيكولاس من بعد المشاكل هي كلها. والمدرسة اللي قلعته، تذكروا هذا الاسم منيح، مارغوري ستونمان ديغولاس، يلي كانت بالنسبة له المكان الوحيد يلي أنشأ فيه ذكريات حلوة، حتى لو كان أغرب هي الذكريات سوداوية أو عنيفة أو مو حلوة. وبعد ما طردوه من المدرسة صار مهووس عمك نيكولاس بفكرة واحدة فقط، هي الانتقام. ما عاد عنده شيء يخسره، كل شيء بنظره كان ضده. وببداية 2018 عمك نيكولاس اشترى بندقية هجومية من نوع AR-15 بطريقة قانونية تماما. مثل ما بعرف أنا وأنت إنه بالولايات المتحدة حيازة السلاح أو شراء السلاح مسموح. هلأ رح تسألني سؤال أو رح تسأل حالك سؤال، إنه هو عمل الهجوم بهذا السلاح نفسه؟ إيه يا صديقي، ولا مو بس هيك، نيكولاس بحد ذاته صار يسجل فيديوهات وهو عم بخطط لهالهجوم، كان يقول فيها أنا رح أقتل الناس يلي أذوني ورح يتذكروني للأبد. كان مقرر كل شيء. تاريخ عيد الحب، لأنه بالنسبة له عيد الحب لازم يتحول من عيد لحب ومعرفة وجمال وحنية لازم يتحول ليوم دموي. وبالضبط ب 14 فبراير 2018 والساعة 2:19 بعد الظهر، نيكولاس دخل مدرسته القديمة حامل معه بندقيته AR-15 معشر مخزن
بالطلق الحي أو بالرصاص الحي. وأول مبنى دخلوا مبنى رقم 12، وأول ما دخل بلش يطلق النار بشكل عشوائي. والطلاب أول شي كانوا مفكرين هالأصوات وهالقصص وهالزمور الإنذار يلي طلع بعد القواص انه هو انذار حريق، بس الحقيقة كانت اكبر من هيك بكتير وابشع من هيك بكتير. خلال 6 دقايق بس قدر يقتل أكثر من 17 شخص بين طلاب ومعلمين، وجرح كمان أكثر من 17. دم كان بكل مكان، الصريخ، الرعب. وصدقني لما أقول لك هذا المشهد ما بيتكرر إلا بالكوابيس. بعد ما خلصت طلقاته زت سلاحه واندس بين الطلاب يلي كانوا عم يهربوا لبرا. تخيل طلع معهم كأنه واحد من الطلاب، ضل ماشي بالشارع لحد ما الشرطة قبضت عليه بعد 1 ساعة و20 دقيقة تقريبا من المزرعة. وقت التحقيق نيكولاس كان هادي بشكل غريب واعترف بكل شيء من دون أي مقاومة، وقال للمحققين اقتلوني، أنا ما بستاهل أعيش. كان واضح وضوح الشمس إنه تدمر نفسيته، بس كمان كان بيعرف كتير منيح شو عمل. وهذا الشيء اللي خلى الناس ينقسموا لقسمين، هل هو مريض نفسي فعلا ولا مجرم بارد الدم. هون نيكولاس انسجن طبعا. من أول لحظة بالسجن لإله انحط نيكولاس تحت رقابة انتحارية لأنه كان مهدد أنه يأذي حاله. محكمته كانت صعبة وطويلة كتير والكل كان ناطر القرار. وبأكتوبر 2001 نيكولاس اعترف بذنبه بكل التهم يلي متهمينه فيها. الصدمة الكبيرة بسبب هي الجريمة، الناس كلها كانت متوقعة حكم الإعدام لإله أقل شيء، بس المفاجأة وبأكتوبر 2022 المحكمة حكمت عليه بالسجن المؤبد وبدون إمكانية الإفراج. هالشي ثار جدل كتير كبير بأمريكا. الناس اعتبروا الحكم مخفف مقارنة بحجم الجريمة يلي عملها، وناس شافت انه الحكم عليه بالمؤبد هو احسن، هيك بيتعاقب وبتم طول حياته عم يتعاقب وبحس بالذنب وبعيش حياته كاملة بالسجن والذنب وعذاب الضمير. بعد المزرعة ما قعدوا مكتوفين الايدي واطلقوا حملة ضخمة اسمها مارش فور اور ليف او لايف، اللي طالبت بتجديد القوانين على حاملين السلاح والحصول على الأسلحة النارية بأمريكا. وصوتهم فعلا وصل لكل مكان وكل زاوية بأمريكا، وصاروا شعار ورمز للنضال ضد العنف المسلح بأمريكا. وبفضل هالمزرعة تغيرت كتير سياسات أمنية متعلقة بالأسلحة وأشياء تانية، وصار في وعي أكثر بقضايا المرضى النفسية أو الأمراض النفسية وأهمية المتابعة الجدية لأي مؤشرات خطيرة. واليوم قصة نيكولاس كروز صارت من أكثر القصص الرهيبة يلي بتذكر العالم كله بمدى أهمية أخذ الحيطة والحذر، لأنه أحيانا الوحش ما بيجي من برا، بكون عايش بيناتنا. وهيك يا أصدقائي يا كرام تنتهي قصتنا لليوم، وشكرا لكل حبكم ومتابعتكم وتشجيعكم باللايك والاشتراك ومشاهدتكم. إذا عجبتكم القصة يا ريت تقلي، وإذا ما عجبتك كمان قلي وقلي شو أغلاطي، لأنه أنت أخي وبتهمك مصلحتي إن شاء الله، مشان نتحسن ونعمل أشياء أحلى وأحلى وأحلى. وإذا بتحب نحكي عن قصة تانية أو شيء معين يا ريت تكتب لي إياه كمان. دمتم في رعاية الله وأمان رب العالمين. السلام عليكم. صعبة كتير صعبة. يا الله هلا نشوف. تم نرجع على تم لا كمان لا، مو تم دمتم.